مساء الفل يا زعيم، واسبوع جديد وحاجات جديدة جدا ومناسبات عظيمة جدا. وانا احب ابتدي بان انا اعيد على الفيلسوف العظيم ابن مصر البار، واقول له سنة وسخة يا فيلسوف، الله سنة وسخة آه. يا فيلسوف، سنة وسخة على دماغنا على كلنا. دماغك، سنة وسخة يا فيلسوف. يا فاحنا النهارده بنحتفل بعيد ميلاد الفيلسوف العظيم الذي خرب مصر خرابا مستعجلا. وعندنا برضو يعني مناسبتين كمان جامدين جدا. النهارده كل سنه وانت طيب، انترناشونال مينز داي. عيد يوم الرجل العالمي اللي هو محدش سأل في اللي خلفونا يعني. واللي سأل يعني فيا انا شاكك فيه، يعني حاسه بيتريق الصراحه. انا اتنين من الصديقات على الفيسبوك يعني انا عارف ان احنا بنهزر كلنا مع بعض. قالت لا والله ده احنا بنجيب في سيرتكم. قلت لها اشك جدا انها بالخير. والمناسبة الثالثة مناسبة جميلة جدا، لأنها بتعبر عن الحالة الجميلة اللي احنا عايشين فيها في مصر، واحنا بنحتفل بالعيد الرابع للطاقة النووية. تخيل رئيس الوزراء عامل حفلة وبتاع وجايب ناس وصارفين بقى ومكلفين علشان نحتفل بالعيد الرابع للطاقة النووية ورؤية مصر ل 2030 في الطاقة النظيفة النووية. مش عايز اقل ادبي اول ما نبتدي كده. هو تقنية ايه بس؟ ما الضبعة هتشتغل إن شاء الله وهتريحنا كلنا. اه والله ده هتروح البشريه كلها. ده مش عارفين يشغلوا المونوريل يا عم، ده شغال مونوريل الونش اللي طلع. استنى اجيب لك صورة هو هو مش سخريه من قدرات المصريين، لان احنا كويسين يعني. احنا المصريين لما بنتحط في جو مناسب بنقول. بس هو سخريه من الدوله دي، من الهرتله دي، من الفوضى دي، من الحاجات اللي ملها يا دكتور، احنا يعني. بنحط صخرة علشان ما نعديش العربيات النقل في عادات الطريق. النقل يعني يعني وبيسوق اي. بالمتر، انت شايف الدقة. اه والعربيه تعدي من، يعني انت لازم تسنتر نفسك بين اه. الدبشتين دول، والا العربيه بتاعتك تروح في 60 داهيه. لو الدنيا ضلمه ولا الدنيا بتمطر ولا حاجه، تلبس لك في جلجميد من دول. وفي لا، نفس وبنكسر في الهرم ويقول لك لا مفيش مشكلة، اصل احنا بنعدي كابلات كهرباء علشان، وبنكسر في المونة ما تقلقوش. مونه يوم هو الهرم معمول بمونه. لا، ما هو بيقول لك دي مو. واحنا عمرو اديب استضاف المسؤول عن الموضوع ده وقال لك ظابط اكيد. ما اكيد، يعني اللي هو سابق يعني ما تفر بقى، بس قال لك ايه اللي بيعملوه دول؟ ناس بيعملوا حاجه عاديه. احنا الغلطه الوحيده بس اللي عملناها ان احنا خليناهم يشتغلوا والسياح موجودين. والناس بتصور. احنا كنا المفروض لما الهرم يقفل والسياح يمشوا نبتدي نشتغل. نبتدي نكسر بقى. هو ده، هو دي الغلطة الوحيدة مش. مش ان احنا غلطنا فيه يعني. لا هو بس يضاف الى ذلك، اذا كانت المعلومه صحيحه، انا ما اقدرش اقول. انا المعلوماتنا كلها بتيجي من على النت، والناس بتقول ان ده ساويرس هو اللي مسؤول بشكل ما عن الحكايه دي، لان في مهرجان هيتعمل هناك بيمدوا كابلات كهرباء. بيمدوا كابلات كهرباء فبيمشوها في الحيطان في الهرم. لا، ما قال هو لك احنا خلي بالك احنا منورين الحجرات الداخلية، فهو احنا بنغير بس الكهرباء بتاعت السيستم يعني. فهو ده اللي انا بقوله عن العشوائيه الغير طبيعيه اللي بقت سمه الحياه في مصر بشكل، لا يعني يخليك تشك تماما انك ممكن تعمل اي حاجه صح. اي حاجه يعني، ابسط حاجه. يعني احنا شفنا دلوقتي ثلاث اربع امثله ورا بعض. حاطين طوبتين علشان العربيات تعدي، زي ما كنا بنلعب كوره زمان بس على كبير شويه. وناس بتعمل بتكسر في الهرم عشان تعدي كابل كهرباء. ومع والونش وقع بتاع لا مش سامعك يا باشمهندس. الونش ده بيفكرني لما انا بمشي هنا بقى في الشارع لما يبقى فيه تصليحات وبتاع،
انت اكيد عارف يعني بيبقى في اتنين شغالين بيعملوا الشغل المطلوب، وفي خمسة ستة مثلا قاعدين يأمنوا المكان. اه اه. انما هناك بقى العادي جدا يعني. يعني هو المفروض ان هم يبقوا عاملين حسابهم ان ممكن حادثه تحصل، فالمفروض ان هم يفضوا الدنيا، يمنعوا المرور في الحته دي، يمنعوا الوقفه في الحته دي في الفتره اللي هم بيعملوا فيها التجربه دي، لان هم المفروض ما يبقوش عارفين اللي هيحصل. فهو هي الدنيا عشوائيه زي ما انت قلت. اه لا بزياده عن اللزوم يعني. يعني انا مش متخيل ان في مهندس درس في كليه هندسه، مع احترامي لكل المهندسين اللي في الدنيا، ممكن يعمل غلطه زي دي الا اذا كان حمار ابن حمار. يعني ان انت مش عارف التورك والعزم والوزن بتاع الونش، انه لما شال حاجه تقيله وقع اتقلب. يا راجل، يا راجل، انا شفت سواقين لوادر وسواقين ونش او ناش في مصر بيعملوا معجزات بالحاجات بتاعتهم. ده ازاي ده حاجه زي كده تحصل؟ يعني هو الونش واضح جدا انه متعلق فوق ال الكوبري اللي عاملينه بتاع المونوريل ده، وشال حاجه راح مقلوب وقع مدشش الدنيا او وقع لوحده. ازاي في ناس بتفهم، مهندسين، مفروض يعني، ولا الهيئه الهندسيه بتاعت الجيش مش حاسبه الحسبه دي؟ ازاي؟ دي على فكره هي احنا بنهرج بس دي مصيبه. لا، ما كل حاجه مصيبه، ده اه كل دي حاجه مصيبه. مصيبه. ده كل اللي احنا بنقوله ده مصايب، اه مصايب ما بتحصلش. تخيل ان انت حاطط صخرتين، وبعدين واضح قوي ان الطريق ضلمه، فانت ممكن عربيه تعدي ما تاخدش بالها تلاقيها لبست في الصخره، يعني انت لو عادي على جدا. 60 70 كيلو ولبست في جلمود من المحطوطين دول، انت والعيله رحتوا. فده يعني هي العشوائيه بقت السمه الاساسيه للحياه في مصر. بمناسبه المونوريل، لقيت احد المعرصين بيقول لك انتوا بتعترضوا ليه مش معترضين على افتتاح مصنع السيارات؟ انا عايز اجي لها حكايه مصنع السيارات دي. مصنع السيارات الجديد النصر السيارات بقت مصنع جديد مفتوح معموله 1959، بقت مصنع سيارات جديد. ومفروض تقولوا ان لا احنا مش عايزين سيارات، احنا عايزين مونوريل. قلت له اولا المونوريل ده مفيش مونوريل في مدينه كبرى في العالم من بابها كده. اللي موجوده الوحيده اللي فيها مونوريل هي طوكيو، 20 كيلو من المطار لقلب المدينه بس. مفيش مونوريلات في العالم كله، لا في نيويورك ولا في لندن ولا في باريس ولا في تورونتو ولا في اي مكان في العالم. ده للمحدثين النعمه. فواحد دخل يزنقني، قال لي في لاس فيجاس. قلت له يا ابني ما فيش مدينه اساسا اسمها انا لاس لسه فيجاس. جاي من لاس فيجاس، وعايز اقول له بس المونوريل اللي موجود ده مونوريل عبيط اساسا، بيوصل بيوصل بين فندقين. بين فندقين وما يكملش 2 كيلو يعني. لا وواحد تاني قال لي وماليزيا. قلت له ماليزيا برضو ده اتراكشن سياحه بين الابراج يا اخوانا اقروا حاجه، بصوا اعملوا سيرش على النت قبل ما تتكلموا الكلام ده. واحد بقى زنقني قال لي بقى في الصين. قلت له طب ما انا بقول ان هو ده بتاع المحدثين. ما يعني انت بتاكد كلامي يعني. خد بالك كان في برضه مونوريل برضه، ما هو نفس الكلام. ما هي هو ده احداث، ده احداث. اه انت بتعمل في دبي ماشي، ها كام كيلو عشان يعمل ايه؟ ودبي دي اساسا مش مدينه، ده شوبينج سنتر كبير. بس احنا هنضحك على بعض يا ابني؟ في ايه مالكم لا، بتدافعوا ما عن هو ايه؟ الناس مش قادره تستوعب اي حاجه، الناس فعلا مش قادره تستوعب اي لا حاجه. لا انهبلوا. يعني بص، احنا حصل اليومين اللي فاتوا دول، اللي حصل في الرياض، ودي عايزين نتكلم فيه. عايزين نتكلم. والنبي عشان خاطري خلي صورة جينيفر لوبيز في الاخر خالص، عشان حاضر، عشان نحلي بالفخاد الضاني. بالمهلبيه. بالفخاد الضاني والنبي عشان وعندنا بس في اخبار ايجابيه الناس شايفاها. خش عليا بالاخبار الايجابيه. ايوه. انجازات والنبي. الاخبار الايجابيه يعني تخليك تعيط من كتر الايجابيه. من كتر ما هي ايجابيه.
مش عارف بجد اقولها ازاي الحاجات دي، لان انا ما اعرفش اللي كتب الكلام ده هو ساقط حساب اكيد. اصل الناس اللي بتكتب الحاجات دي ما ينفعش تبقى عندها ثالثه ابتدائي، يعني هي ما ينفعش اكيد تكون ساقطه واخد ثالثه ابتدائي. الابتدائي. يعني لما اه. يقول لك لاول مره بحيره قارون تنتج 7 مليون طن جمبري في يوم واحد. يعني هي التوكمي انا عارف ان الرقم ده غير طبيعي وملوش اي معنى، والراجل مش عارف يعني ايه طن اساسا، اه، هو ومش غالبا عارف. مش عارف يعني ايه طن، يعني مش اه. عارف يعني ايه 7 مليون، لان هو ومش 7 عارف يعني مليون. ايه مليون طن، ومش عارف يعني يعني هو مليون طن الطن. يعني مليار كيلو، يعني اه. 7 مليار كيلو. بس عشان وده طلعوه في يوم واحد في 7 يوم مليار واحد. كيلو. يعني ده لو اولا يعني هي اسمها بحيره من باب التفاؤل، يعني هي في اه، انا الاخر انا بركه انا انا يعني. رحتها انا رحتها ايام كلنا الكليه. رحناها انا ركبت مركب والراجل ماشي جنبنا انت بيزقها على بتمشي رجلي. فوقيها. العالم كله انتج سنة 2021 اخر رقم انا قريته 7 مليون طن. العالم كله اكتر من 50% منهم طن ده جمبري مزارع بتاعت الصين وفيتنام واندونيسيا والحتت اللي هو بيتزرع، ما حتى ما اصطادوهوش. 7 مليون طن. قال لك ده البيزنس ده قيمته في السنة حوالي 50 مليار دولار، فاحنا بنطلعه في يوم واحد من ترعة. لا احنا انت لو قسمت ال7 مليار كيلو جمبري على ال 100 مليون بني ادم، هتلاقي ان البني ادم ممكن ياكل. البني ادم يعني متخصص له 70 كيلو في اليوم. في اليوم. اه. ده احنا مش يعني هننور، ده احنا هنطلع، هنولد كهرباء. ده محدش هيروح الشغل، كله هيقعد في البيت. الجمبري راس صدره باتع. 70 كيلو يا مؤمن، 70 كيلو في اليوم، في يا- يوم واحد، اللي هو انت 70 كيلو للنفر، يعني تخيل كده. يعني فعلا زي ما انت بتقول اللي ساقطين كاتبها حساب ده يا عم، ساقطين حساب. ده مسطول، بني ادم مسطول. والخبر ده بتاع عودة النصر للسيارات الانتاج، الارقام ما تنفعش. ما تركبش على. ما تركبش. يقول لك احنا هننتج عربية كل 6 دقايق، ماشي، يبقى انت هتنتج 10 عربيات في الساعة، ماشي. بيقول لك بعد سنتين من الانتاج هيبقى طلعنا 10 عربية، 10,000 عربية. انتوا بتعملوها ازاي دي؟ وبعدين الوردية هنطلع 20,000 سيارة، الوردية الواحدة بضعف السنتين انتاج. انا مش فاهم هم بيقولوا ازاي، يعني هم بيلفقوا الارقام دي ازاي؟ لا لا، وبعدين المصدر تصريحات الرئيس التنفيذي لشركه الناس السيارات. انا لو مسؤول في البلد دي ارفضه على طول. اه، يعني ده رافع ساقط، يعني السماعه ده اقول له ساقط يا ابتدائيا. باشمهندس اقعد في بيتكم، ما توريش خلقتك في اي مكان في العالم. ايه يا اخوانا في ايه؟ اولا الشركه تم تصفيتها سنه 2009، واخد بالك؟ وشركه الناس السيارات معموله اساسا 1959. عزيز صدقي الله يرحمه، ايام عبد الناصر الله يرحمه برضو عملوها على اساس ان احنا نخش صناعه السيارات. وابتدينا صح زي كل الدول اللي في العالم ما ابتدت، اللي هو التجميع اندر لايسنس، وعملنا عربيات وعملنا الرمسيس، وبعدين دخلنا على الفيت عملنا ال 128، وبعدين عملنا اتوبيسات، والناس السيارات عملت اتوبيسات وعملت لواري. والجماعه العواجيز اللي زي حالاتي يفتكروا لواري النصر، والعربيات الزل اللي هي كانت الروسي اللي احنا قلدناها وعملناها لواري للجيش. فهي احدى ارتكازات الصناعة الأساسية في مصر لفترة طويلة، وبالذات في فترة الحرب، إن كان كل الإنتاج بيطلع منها عبارة عن لوريات، لأن الجيش عايز لوريات، عايز نقل، هتنقل أفراد وتنقل معدات وذخائر وأكل ومؤن ومش عارف إيه وبتاع. وقفلوها 2009. يعني التخريف في مصر شغال بقاله فترة طويلة. ليه؟ قال لك بتخسر. طب ماشي بتخسر، طب ما اي شركه في العالم ممكن انها تخسر، طب ما تشوفوا لها حل. ايه يقفلوها دي؟ وبعدين لما فتحوها راحوا فاتحينها باشتراك مع راس مال 30% من دبي وشركه ماليزيه وشركه صيني. حلو. يعني هو الشركه الجديده دي الناس السيارات ليها فيها 24% فقط، الربع فقط. ما حدش اللي هو يفتكر انها اللي مصر بتاعتنا. تملكه يعني. اه، ما حدش يفتكر انها بتاعتنا. وشركه ماليزي وشركه صيني ورأس مال من دبي. يعني شركه مش بتاعتنا. بتعمل ايه بقى؟ احنا في مصر بتعمل اتوبيسات مكيفه فاخره للسياحه، ماشي، احنا بلد سياحيه. عملت كام؟ هتعمل كام في السنه؟ 26. 26 اتوبيس. ولا قال لك هتعمل عربيات جولف كهرباء باين.
ده هم لسه بيتفاوضوا مع الشركات اللي بتعمل عربيات كهرباء علشان يعملوا العربيات الكهرباء في مصر من كتر الكهرباء اللي في دين ام البلد. يعني البلد يعني هيبقى لا في كهرباء ولا عربيات بتمشي كمان. الاغرب بقى انهم رايحين داخلين على، مش عارف اذا كنت بعت لك الصوره بتاعت العربيات الفاخره سكاي باين ولا سكال اكسيد ولا اكسيد اكسيد. اكسيد. يعني انت بتعمل عكس العالم كله. اي دولة دخلت في صناعة السيارات ابتدت، انت بتعمل السيارة دي سيارة فاخرة، انت داخل في منافسة مع كل السيارات الفاخرة في العالم، و 4 باي 4 ومش عارف ايه وبتاع. كل التجارب اللي قبلنا اللي سبقتنا، من اليابان لكوريا للصين للمغرب لماليزيا للهند، بتبتدي بالعربيات الرخيصة، العربيات المتاحة للأفراد الرخيصة اللي ممكن انك انت تعمل عدد كبير، انك بتتعلم وتحسن الخط الانتاج بتاعك، وبتجيب عمال بتعلمهم، وبتعرف تعمل سوق وتبيع، والبلد محتاجة، ما اكيد بلد محتاجة. فابتدينا بالفاخر، هتعمل لك عربية في الشهر وكل عام وانتم بخير، وتبيعها في الخليج. ومش هتبقى فاخره. هي دي لا المشكله. الله اعلم بقى لا، حاجه تفرقع في. انا اعلم لان احنا عارفين ان الكفاءه، احنا ما احنا شايفين الونش اللي بيقع، وشايفين الصخره اللي بتتحط على الطريق علشان تمنع العربيات. فهو الكواليتي كنترول هيبقى نفس الفكره يعني ما هي دي الفكره يعني. ويعني يعني احنا وبعدين نقول اوبس معلش حصل خير، ما اصل احنا ما عندناش الزبون يشتكي يقول له الدركسيون بيلق في ايدي، يقول له خشن له بورقه. بحته كرتون. ها. اه بورقه معسل ولا حاجه زي ما بنعمل في الشيشه يعني. فانت لا، فيعني انت لا، احنا لا نثق في اي منتج مصري الحقيقه يعني. اليومين دول بالذات بنتيجه لسه سامع حد بيتكلم بيقول لك مش عارف شركه ايه للكيماويات، قعدت 3 4 سنين ورا بعض تخسر، باعوها اتاخدت بتاعت بويات، اتاخدت، وبعد 6 اشهر الشركه حققت مكاسب غطت الخسارات بتاعتها في ال3 او 4 سنين اللي فاتوا. ازاي؟ حاجه واحده بس، مشوا سياده اللواء. الاداره. اه مشوا ده، هي فعلا كده. كان لواء مدير قائد فرقه مدرعات قبلها، طلع على الاستدعاء، ما مسكوش شركه فلسها، مشوه، جابوا ناس، جابوا مهندس مصري هو اللي مسكها، الشركه ابتدت تكسب، شركه بويات. فيعني ما فيش فايده، ما فيش لا، فايده. ما فيش فايده، مفيش فايده من زمان ومستمرين يعني احنا كل يوم بنصحى على كوارث ومحدش بيتكلم عنها يعني مثلا اللي حصل في الداهليه. اه ده كارثه. المفروض زي ما احنا مهتمين قوي بقى بموسم الرياض، ومهتمين بمعرفش مين اتجوزت ومين طلقت ومين لبست فستان شكله ايه وبتاع، الطبيعي ان احنا برضو نهتم بدين الحوادث اللي بتحصل في مصر. يعني المفروض. انما انا لما اسمع عن المطريه من واحده اعرفها على النت علشان ليها علاقات او يعني كانت ساكنه هناك، وما اسمعش عن الخبر ده غير من يعني من ناس مش بتوع اعلام. يعني احنا بنتكلم على مجموعه بيقول لك حوادث بتحصل على الطريق، اللي هو قال لك احنا هنعمل شبكه طرق تمشي في شبكه مصر طرق، كده. اه دلوقتي كل يومين ثلاثه بيحصل كوارث وناس بتموت وبتاع. فالاهالي بتوع المنطقه قال لك احنا عايزين نحل المشكله، فطلعوا عملوا مظاهره علشان واعتصام علشان يحلوا، عشان هو عايزين عدد حل. عدد كبير قوي من اهالي المنطقه بيشتغلوا في بورسعيد، في المنطقه الحره في بورسعيد، في المصانع بتاعتها، فراحوا طالعين قافلين الطريق، قال لك محدش هيعدي الا لما حد يجي يكلمنا. فاللي حصل ان الاول فعلا في ناس ابتدت تكلمه، يعني بيقول لك مدير الامن راح كلمهم باين ولا ايه، ده واحد اللي كاتب، ما اعرفش كان الكلام ده صح ولا لا. على الساعه 9 راح بعت لهم الامن المركزي. طب يا عم ما دام ابتديتوا تتكلموا كمل اليوم، يعني ما وبعدين طريق شهادة حادثة مأساوية، قال لك ده الطريق ده مسمينه طريق الموت، لأن طب انت عملت 50,000 طريق يودي للساحل ويجيب من الساحل. وانا عاجبني برضو لازلت مصمم على الكوبري اللي على شكل رحم المرأة ده، انا معرفش دكتور امراض نسا اللي بيخطط لهم ولا ايه، ومش عارف ترصف الطريق ده. وبعدين لو تاخد بالك يا فريق، الكوارث اللي حاصله الاسبوعين اللي فاتوا دول والمشاكل اللي حاصله كلها في نطاق
او مسؤوليات سياده الفريق الوزيرين، ابو وزارتين. وزارتين. كامل الملط، انا مسميه كامل الملط. ابو وزارتين كلها في نطاق المونوريل اللي وقع، حادثه طريق، مش عارف ايه، قطر حصل فيه ايه، مصنع قفل، مصنع اتفتح فما بيعملش حاجه. الكلام ده كله في نطاق اللي هو بيعمله. وبعدين تبص عنده بسم الله ما شاء الله، الراجل بيصرف مصاريف مهوله على اللجان بتاعته. يعني طالع هو ده اللي مضايقه. ابن العبيطه ده مش عارف ان احنا بنستورد ملح من بره. احنا بنستورد ملح من بره يا فندم، احنا بنستورد ملح في السنه بحوالي 3 مليار جنيه ملح. الملح هنا مش معناه ملح الطعام بس، يعني هو ملح الطعام اللي هو صوديوم كلورايد ده بيخش في تصنيع حاجات كتير انت بتستعملها في الصناعه بعد كده. يعني في اصناع حاجات كتير قوي بيبقى الماده المدخله الاساسيه فيها هي ملح الطعام. احنا ما عندناش ملح. قال لك عشان بيتخانقوا، وزاره الصناعه بتتخانق مع مع الجيش، لان الجيش بيقول لك دي ارضنا، ما حدش يقرب من هنا، دي بتاعتنا. وزاره الصناعه بتقول له لا دي تبعنا، وهيئه الاستثمار بتقول دي تبعنا، ومحافظه اسكندريه داخله في النص وبتاع. فكل الملاحات ما بتشتغلش، فاحنا بنستورد ملح من بره. ملح ب 3 مليار جنيه في السنه. واللي مش مصدق يا جماعه يعمل سيرش، انا كذاب ما تصدقونيش، اسمع اعملوا سيرش. الازمه دي كلها تتحل بانك تعمل مصنع يتكلف 500 مليون علشان تعمل بيه عندك الملح وعندك الحجر الجيري، بتعمل لهم هما الاثنين رياكشن، بتطلع الصوديوم لوحده والهيدروكلورايد مع الحجر الجيري، بتطلع مش عارف حاجه اسمها ملح اتش او صوديوم اتش. ده اللي بيخش في الصناعات والبويات والهرتله اللي احنا محتاجينها، اللي احنا بنستوردها دي. ما بيعملوش مصنع ليه؟ ما تعرفش. واحد بقى كاتب النهارده والنبي عشان خاطري بس. عشان ما فيش سبوبه، ما هو لو ما فيش ما هي سبوبه مش ما هنعمل لو فيها حاجه. المصنع بتاع الشيبسي والنبي. ايه المصنع؟ لا احنا ما اعرف. استنى انا مش عارف. انا بعتهولك ده. انا وقعت، انا كنت في الصيدليه، كنت هموت واحده وانا بديها الطعم النهارده من كتر الضحك. قال لك الشركه استثمرت في مصنع الشيبسي رقائق البطاطس 500 مليون دولار، يعني نص مليار دولار عشان يعملوا مصنع شيبسي اللي هو مسميه رقائق البطاطس. والحمد لله احنا دلوقتي بنصدر للسودان واليمن ومش عارف اه ده انا اللي معلق عنده. انتهت شركة مش عارف ايه من استثمار ما يزيد عن نصف مليار دولار في مصنع رقائق البطاطس. اوكي، مستهدف زي رعاية دولة ان يصدر اليها منتجات شيبسي ل 11 دولة من بينها السودان واليمن والعراق. اولا دي دول مضروبة بالنار، كلها فيها حروب اهلية ومحدش بياكل شيبسي اكيد. يعني لا اظن ان في حد في اليمن بياكل شيبسي. فانا رديت عليه قلت له لا يا شيخ، نص مليار دولار عشان مصنع رقائق البطاطس؟ امال مصنع رقائق السيليكون بيتكلف كام؟ يعني ما تخلوش اسبلكم على الصبح. يعني ايه نص مليار دولار عشان تعمل مصنع؟ بتضحكوا على مين الجماعه دول؟ هو لا اسهال هو الارقام ارقام. بقول لك عندهم اسهال ارقام. اسهال ارقام. نص مليار دولار عشان تعمل مصنع شيبسي؟ فعلا مصنع رقائق السيليكون المايكرو شيبس هيتكلف كام؟ يعني ده والله ده هيجيبوا للواحد لا هو اللي قاعد بيكتب الاخبار احتباس دي، بولي. اللي قاعد يكتب الاخبار دي انا متاكد ان هو ما عداش ثالثه ابتدائي، لان هو لو امتحن امتحان ثالثه ابتدائي مش هيعديه مش بالطريقه هيكمل. دي. مش هيعرف، والله ما هيعرفش. ما اصلي استثمار قدره نص مليار دولار في مش عارف كام سنة عشان نعمل شيبسي. أح. لا بس هو الاستثمار ده مهم، خلي بالك. آه. بيقول لك اوروبا نفسها يبقى عندها ربع اللي عندنا. يعني خالد ابو بكر بيقول لك ان يبدو ان البعض اللي هو انا وانت لا يدرك ان استحواذ الشركات الاجنبيه على نسب من الشركات المصريه امر ايجابي لصالح الاقتصاد المصري. دول اوروبا كلها تتمنى ذلك. هو انا وانت ما بنفهمش في اي حاجه يعني. وهي يعني الشركات اللي في اوروبا دي ما هي كلها شركات مساهمه، واي حد بيخش يشتري ويبيع ويعمل اللي هو عايزه ورايح جاي والحكايه زي الفل.
طب السؤال بقى، هما ما بيجوش ياخدوا من عندنا ليه؟ اشمعنى بس الخليج هو اللي بيجي ياخد من عندنا؟ وبعدين لما يكتب لك اسم شركة تلاقي شركة ماليزية. ايه يا عم، في ايه؟ يعني احنا وصلنا ان احنا دلوقتي الرأسمالي الماليزي هو اللي بيستثمر عندنا، لان طبعا ماليزيا سبقانا بكتير جدا يعني، على كل المستويات. حاجات غريبة جدا. اوروبا مش عارفة تعيش زينا. واه واه واه. بص، ال الكلام كتير وانا مش عارف الواحد المفروض يعني يتكلم في ايه ولا ايه. بس انا شفت واحد عامل شير للبادجت او الميزانيه بتاعت مصر، والميزانيه تقريبا 40% منها رايح للديون. تمام. انا قلت تعالى بقى نكمل الحسبه بقى. ما هو بيقول لك ايه، الميزانيه حوالي 3 تريليون. تريليون، 3 3 تريليون تريليون و870 مليون جنيه. مليار. ده بالجنيه، مليار. زي ما انت واخد بالك كده، ال 40% منها فوائد الديون، ومعرفش بقى بيسددوا من اصل الدين ولا لا، بس هو ده اللي مكتوب لون انترست. وبعدين بقى السالاريز والمرتبات والبنفيتس اللي هي الخدمات الاجتماعية، والدعم على المنتجات والخدمات. تمام. انا ما اعرفش ايه الانفستمنتس اللي هم بيعملوها او الاستثمارات اللي هم بيعملوها، بس لو بيعملوا استثمارات فهي بتفشل، لان احنا ما بنعملش دراسات جدوى، بنصرف فلوس على الفاضي. جيت بقى اقول تعالى نشوف بقى الدخل بتاعنا قد ايه علشان نعرف نقارن الدخل بالمصاريف. طلع ان الدخل بتاعنا اقل من المصاريف بتاعتنا بحوالي 9 مليار دولار. يعني احنا هنا بنتكلم على 3 و4 3 تريليون. تريليون و4 و400 مليون. وانت عندك الميزانية او المصاريف بتاعتك 3 و870. يعني انت عندك 470 فرق. انت مش عندك. فانت 470 مليار جنيه يعني حوالي 9 مليون وشوية، او 9 قرب مليار، 9 9 مليار 9 جنيه مليار دولار وشويه. فانت البنك صندوق النقد الدولي قال لك احنا لازم نظبط الموضوع ده. نظبط الموضوع ده اللي هو هنعمل ايه؟ ما هو انت عندكش غير 3 اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان انت تستلف تاني، ودي حاجه بقت صعبه لان انت التصنيف الائتماني بتاعك زي الزفت، اللي هو بي. بيقول لك لا احنا اتحسنا من كنا بي 1 بقينا بي. ما هو بي يا ابني، ده ضايع برضه. بي ده ضايع يعني. يابا الحمد لله انا جايب ضاد بس مش ضاد جيم في الامتحان. يعني ولو انت بتستلف هتستلف بفايده كبيره، لان انت المخاطره عاليه على اللي بيسلفك. هو لازم يسلفك بفايده كبيره، وانت واضح ان هو البنك المركزي هيجتمع ومش هيقللوا الفايده. يعني هم مش هيقللوا، يعني التوقعات كلها ان هو مش هيقللوا الفايده. فانت عندك حاجه من اتنين بقى غير ان انت تستلف تاني. ان انت تقلل الدعم، وده اللي هم صرحوا بيه. قالوا يعني ما احنا مش بنقول اسرار يعني. هم هيفشخوا الناس في الدعم. البنزين هيوصل، انا متوقع ان احنا مش اقل من 30 40 جنيه اللتر. لان البنزين بيغلى اليومين دول لو انت خدت بالك. عندنا هنا في العالم كله. في العالم عشان بيغلى. عشان داخلين في الشتاء وكده. اه ف فاحنا يعني اقل حاجه لو احنا يعني بنتكلم يعني هناخد المينيمم. احنا هنتكلم في 30 جنيه، ده لو الدولار فضل زي ما هو. باي ذا واي يعني، لان انا اشك برضو ان هو هيفضل ماسك نفسه كتير يعني. وان انت تسرح بقى الموظفين وتقلل المرتبات اللي انت بتديها للناس فتضيف الى عدد الفقراء العواطليه فده معناه ان انت بتزود اعباء زياده، يعني بتزود اسعار، بتزود تضخم على الناس. وفي ناس هتتضرر انها الدخل بتاعها بيقل. هيقول لك اصل ده موظف الحكومه ده قاعد عواطلي وبتاع. هو عواطلي، هنفترض يعني ان هو عواطلي. ما هو دي بس اعانه بطاله، ماشي. اه ادي الله ودي وهو حكمته. غالبا بيشتغل في حته تانية. يعني هو ممكن يكون بيروح يمضي او بيخلي حد يمضي له وبيروح يشتغل في حته تانية. فهو ولو دي على ولو دي طلع يا دوب بتكفي مع الشهر. ولو طلعت من القاهرة والوزارات ودخلت على المحليات وشفت المجالس المحلية والحاجات اللي في الأرياف وفي المراكز بتاعت المحافظات اللي بره القاهرة، هتشوف العجب في حكاية
انها فعلا في الاخر مرتبات الحكومه، مرتبات العاملين في الحاجات دي عباره عن البطاله و هي اغلبها ادي الله ودي ستات حكمه يعني. الحقيقه، يعني لان انا لما بروح اي حته، يعني كنت بروح زمان، يعني بتلاقي ان يعني 90% ستات، وهو راجل واحد ولا اتنين بيعملوا يعني ما جنبهم يعني. بس هو هيعملوا ايه؟ ما هو الناس دي هتعمل ايه؟ وبعدين اللي اليوم الناس دي يبقى بني ادم الصراحه ما عندوش اي دم الحقيقه يعني. لان الناس يا جدعان والله احنا في الاخر عباره عن انعكاس للبيئة اللي اتربينا فيها. انت لما تخلي الدولة لا تهتم بيك، ولا تعلمك كويس، ولا تعالجك كويس، ولا تعلمك اي حاجة، طبيعي جدا ان انت هتطلع بلا مؤهلات. ما هو احنا لازم نفهم ان البني ادم ده مش لازم، يعني طبيعي ان هو لازم يعني زي ما انت كده بتخلف عيل وبتراعيه وبتأكله وبتاع وبتربيه علشان يعرف يواجه المجتمع لما يكبر. الدولة ده دورها، والدور الدولة ده مش بتعمله تفضل منها، ده هو ده هو ده يعني دوله، يعني دي اي حاجه تانية تبقى مش دوله. الدولة هي دي كده عبارة عن التعريف العلمي للدولة إنها الجهاز اللي بيخدم المواطنين في المنطقة في المجتمع ده. غير كده تبقى حاجة تانية. وبيخدم المواطنين من فلوس المواطنين، لان هو اه ده هو مش مش تفضل منه. مش بيجيبها من جيب أمه يعني. يعني هو اه بياخد ضرائب من الشعب، من الناس، وبيستخدم الموارد بتاعة البلد اللي هي ملك الشعب. ما هو الموارد دي بتاعت مين؟ لا، هو بقى هم متخيلين ان البترول والغاز وقناة السويس وبتاع ده بتاعتهم، وان هم بياخدوا الفلوس دي يصرفوها على الجرابيع اللي عايشين في البلد يعني فهو المفهوم كله مقلوب. هو في معرفش في حاجة عايز اتكلم عليها دقيقتين. يعني الازمة اللي احنا فيها، احنا بننتقدها كتير جدا. وانا لمحت قبل كده ان احنا يمكن ناس كتير قوي تقول لك انتوا بس بتتكلموا وتنتقدوا وبتاع. لا، الحكاية ليها حلول. احنا المشكلة بتاعتنا حاليا هي الولاد الجزمة لبسونا في كمية قروض عالية جدا وديون عالية جدا، والفوائد بتاعتها عالية جدا، وكلها قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، وإن أنت مش عارف تفلفص منها. أنت شفت 40% من الميزانية رايحة والميزانية فيها عجز. وخلي بالك الميزانية فيها عجز، يعني أنت لو حسبتها المبلغ ده من فعلا الدخل الدولة هيطلع 62%. يعني أنت 62 60% على الأقل من الدخل الدولة، من عوائد الدولة، بيروح لدفع الفوائد والأقساط. مفيش دولة تقدر تعيش كده. هل ليها حل؟ ليها حل، بس عايز حد قلبه ميت. يعني اولا لازم تغير النظام السياسي ده كله، وتجيب ناس قلبها ميت منتخبة علشان يقول والكلام يكون بصراحة ان احنا هنخش في صدام مع الدائنين. الجماعة اللي عايزين مننا فلوس من اول صندوق النقد الدولي لغاية الحاج ما اعرفش ايه المرابي اللي في كوم الدكة، دول كلهم هنخش معاهم في صدام. مش هندفع الا لما نعمل جدولة مش بس للديون، للأقساط. ان انا مش هدفع اكتر مثلا من 15% من عوائد الدولة للأقساط والفوائد. ان شاء الله نخلصهم في قرن. عجبكم مش عجبكم مش دافع. هنعمل وهنسوي ومش عارف ايه وبتاع. هنا بقى عايز سياسي مستعد انه يخش في حرب طيارات ودبابات وبتاع مع اي حد حواليه، علشان يقول للعالم انا ممكن اعمل لكم قلبش في المنطقه دي كلها. يعني نظام ضرب كرسي في الكلوب واعمل لكم لبش في المنطقه دي كلها، وكلنا ايه نحتاس بقى. اعمل لكم حرب، اقفل البحر الاحمر، هو مقفول دلوقتي بس ممكن انا اقفله. اقفل الشرق المتوسط، اخش في حرب مع اسرائيل، حرب تكسير عظم. وده اللي قلته قبل كده، ان احنا في اللحظه دي احنا استراتيجيا المفروض ان احنا نعمل عمل عنيف، بس يكون عندك قياده بتفهم.
قيادة بتفهم والشعب هو برضه طبعا بيفهم. الكلام اللي انت بتقوله ده مش هيعجب ثلاث ارباع الناس لان هم لا لا عارفين. لا، مش مشكلتي، مش لا بس مشكلتي. انا عايز اقول ان انت النظام ده مبدئيا مش مش هيمشي. هيعمل كده، لا طبعا، ومش هيعمل كده. وثانيا كل البلاد اللي انت بتقول عليها دي او كل الانظمه اللي حوالين مصر مستفيده من وجود هذا النظام الوسخ يعني هو خدام ليهم يعني. اولهم الخليج ودبي اه والجماعة دول. فهو انت اللي انت متخيل ان هو ينفع يحصل او ممكن يحصل، مش هيحصل غير بالدم، والدم ده اه مش هيحصل برضه لا، لان. هيحصل دم، هيحصل دم، هيحصل دم، وهيحصل دم ببلاش، وهيحصل دم ما عشوائي. انا حاسس ان هو ببلاش اه ببلاش وعشوائي، لان مفيش حد عايز يتحرك بشكل منظم. انا بقول هيحصل دم ليه؟ لان انت عندك اليومين دول كل اسبوع في اشتباك بين اهالي واجهزه امن، يا اما الجيش في عند راس الحكمه، يا اما الامن المركزي في المطريه، اكيد في حاجه تانية في الصعيد. ان كل شويه الناس بتضرب في الامن، فهي هتبقى هي مساله وقت، والحكايه دي تبقى حاجه عامه، وان احنا كل يوم بنمسك في ضباط الامن وضباط الجيش ومش عارف ايه، ونضرب في بعض وهم يضربوا فينا، والناس تموت من ناحيتين ببلاش. انما لو في عنف موجه محدد، احنا مش عايزين النظام ده، عايزين نغيره حتى لو بالعنف، يبقى ممكن ان يبقى في وده حل. وللاسف ده مش موجود. انا شخصيا لغايه دلوقتي مش شايف انا اي مش شايف حاجه. له النتيجه، لان هو ده الحل الوحيد اللي ليك انك تخرج من الازمه دي، انك انت تغير النظام السياسي ده وتجيب نظام سياسي تاني فعلا عارف هو عايز ايه، ومستعد انه ياخد المخاطره، ومستعد انه يفتح صدره، اللي هو ومستعد مش انه موجود، ما هي دي المشكله هو. ومستعد انه يضرب كرسي في الكلوب. وهي هتحصل. انا اعتقد انها الظروف الموضوعيه بتقول انها هتحصل بالشكل ده. ازاي؟ I don't know، بس هو ده الحل، غير كده مفيش. بص، هو انت بتقول ان مفيش غير حل غير كده، وانا شخصيا يعني يعني انا ما شفتش حروب، فانا ما اقدر يعني. هو اغلب المصريين ما شافوش حروب، وكلمه حرب دي بتعمل لهم صدمه عصبيه كبيره. وانا متفاهم ليه، لان هم شافوا كل الحروب اللي حصلت في المنطقه كانت خراب على دماغ الناس اللي عملوا الحروب. فانت شفت حرب وعشت حرب وبتاع، احنا ما عشناش، فاحنا بنسمع عن الموضوع، ما نعرفش بقى الدنيا بتبقى ماشية ازاي، وما عندناش ثقة. خلي بالك برضو في كفاءة اي جهة مصرية. ففكره ان يعني انا واحد من الناس لما تقول لي الكلام ده انا هتخض كده يعني. انا بكلمك بكل امانه، لان انا لا لا لا. بالنسبه لي الموضوع يعني في الاخر اللي بيحكم الاراء السياسيه بتاعت الناس العاديه اللي زي اي حد يعني، هي الجزء منها نفسي، جزء منها كبير نفسي. فهو انت لما تقول حاجه زي كده انت بتصدم ملايين من الناس، لان احنا ما عند احنا كل التاريخ بتاعنا بيقول ان احنا فاشلين. هنضحك على بعض، احنا مهم. بس عمالين نعمل بروباجندا على الفاضي. بس احنا في الاخر عارفين كويس، كل واحد اكيد ليه واحد قريبه دخل الجيش، عارف ان هو دخل الجيش زي ما طلع، ويمكن طلع احمر من ما هو دخل يعني. آه، عادة. مش هنضحك على بعض يعني. فانت لما تقول يلا بينا نعمل عوق وقلق وبتاع ويلا بينا ونخش وبتاع، ممكن يكون كلامك استراتيجيا صح، ممكن يكون نظريا صح، بس هو مبدئيا في مشكلتين عندي، او يعني انا بتكلم باسم واحد ما شافش حرب يعني. هو الجزء النفسي والعامل النفسي إيه اللي بيخلينا اتقفل من كلمة حرب دي، لان احنا كل اللي نعرفه عن الحروب هو انا بس وحشة. عشان اوضح حاجه، حرب دي ممكن انا بقول ان ده الاكستريم بتاعها. انت لو عملت تغيير حقيقي في مصر، انت هتقلب المنطقه كلها. يعني لا تتخيل ان ايام مظاهرات يناير، ان اول مره اسمع خالص كان فريد زكريا في CNN بيتكلم على ان ده 800 باوند جوريلا ان ذا روم السعوديه، ان السعوديه مش هتسيب مصر تبقى دوله ديمقراطيه. ده واحنا في المظاهرات لسه قبل مبارك ما يمشي. فانت عندك في المنطقه هنا البناء بتاع المنطقه كله ممكن انه يختل تماما مجرد ما تعمل اي تغيير حقيقي في مصر، ومش ما محتاج تعمل اكتر من كده. وده بينقلني للنقطة التانية. انت بتقول يجي جماعة او يجي نظام جديد ديمقراطي
يعني انت بتقول حاجتين صعبين: ديمقراطي مبدئيا الديمقراطية مش معناه بالشكل الغربي ان احنا عندنا، لا، يكون في نوع من انواع التفويض من الشعب ماشي. ما هو التفويض او للشعب ده الاغلبية. ماشي، ما زي ما جه الفيلسوف. انت اه ممكن مثلا يعني ممكن انا شايف ان ده صعب، لان كل الناس عندها الصدمات من السوابق بتاعتنا. يعني كل الناس يقول لك فين ايامك يا مبارك، مع ان مبارك هو اللي وصلنا للي احنا فيه ده. ما بس هو بس هو اللي قافل النص السيارات 2009 اه مثلا يعني. بس هو الناس في الوعي السب كونشس بتاعها ان فين ايامك يا مبارك. بس هو ليه؟ لان هم شافوا ان بعد ما مبارك مشي الدنيا باظت. وانا متوقع ان هو لو السيسي مشي باللي انت بتقوله هنقول فين ايامك يا سيسي، لان هو الناس لان هيحصل دوشه وهيحصل قلق ومش هيحصل استقرار بعد 3 ايام، لا مفيش لا حاجه لا كده. ده غير بقى ان مفيش جهه، انا شخصيا مش شايف جهه اللي هي تقدر تقول انا مستعد اقف معاها. يعني مفيش حاجه منظمه خالص في مصر. ولا حتى يعني انا كده كده ضد الاخوان مليون في المية، بس حتى الاخوان مش موجودين اصلا. واللي فاكر ان هم موجودين يبقى برضه بيضحك على نفسه او عنده صدمة تروما من اللي حصل يعني. زي ده اه زي اه الاخ زي اه الاخ بتاع الهجرة. كل واحد يقول لك لو السيسي مشي هيجي الاخوان. يا ابني ما فين الاخوان؟ ما الاخوان اصلا متعاركين مع بعض، وما فيش حاجه اسمها اخوان اصلا دلوقتي. ويقول لك لو ما جوش دول هيبقوا سلفيين. ايه يا ابني؟ ده دول هبل، دول شويه هبل. فهو في تروما عند الناس. وما فيش اي جماعه ولا جوه مصر ولا بره. يعني مثلا ايام الحرب العالميه الثانيه مثلا كان في ناس بتعمل حكومة موازية في فرنسا مثلا بره فرنسا، واول ما الحرب خلصت رجعوا حكموا. ده مش موجود في مصر دلوقتي. احنا ما عندناش اي حاجة ولا جوه مصر ولا بره مصر. يعني ما فيش. احنا على البلاطة، على البلاطة، على الجنط يعني، العين ملط تماما يعني. فاللي انت بتقوله ده انا مصدق النص الاولاني ان يحصل فوضى، يحصل اشتباكات، الدنيا تفك، كل الكلام ده. بس ان هو يجي حد يعرف يمسك الدنيا ويبقى فيه قبول شعبي وتأييد شعبي ليه، انا شايف ان دي حاجة بعيدة قوي، حاجة بعيدة قوي قوي يعني. هو المشكلة ان في حالات الفوضى دي التاريخ بيقول لنا ان الاكثر قسوة هو اللي بيفضل، هو اللي بيدفع، هو اللي بيحكم. ما صح، والاكثر قسوة هو الجيش. مش شرط، لا لا مش شرط على طب فكرة. مين انت؟ الحكاية، مين؟ لا الناس العادية، الناس العادية. احنا 100 مليون يا فادي، الجيش كام؟ 400 ألف، ايوه نصهم ماشي. ولادنا. ماشي واخد احنا 100 بالك؟ مليون، انت عندك مثلا 100 ولما نفر يعرفوا يعملوا حاجة متجمعين على حاجة. اسمعني بس اللي انا بقوله ده هو المخرج التاريخي للأزمة اللي احنا فيها. لو ما حصلش بشكل تاني، المأزق التاريخي اللي احنا فيه ده، ان احنا البلد بتفلس وبتتباع وهتخرب والناس هتموت، واحنا محظوظين لغايه دلوقتي ان احنا ما دخلناش في ازمات التغيرات المناخيه والميه بتاعه النيل. واخد بالك؟ لو تركبوا دول كلهم على بعض، اي خسائر انت متخيلها دلوقتي هتبقى ايه؟ فكه بالنسبه لما سيحدث للانهيار الاقتصادي الاجتماعي. الحل المخرج بتاعها لو في حد بيعرف انه يقود، هو ده. وعلى فكرة الحرب مش معناها ان انت تخش تحارب. الحرب 90% من الحرب ان انت بتهدد بيها، ان انت ان اللي قدامك زي البوكر، ان اللي قدامك يصدق ان معاك ورقة اسمها الحرب باي شكل من الاشكال، بالتهويش، بالكذب، بانك تستعرض ورايح جاي وبتاع. يعني مجرد التهديد بيها انك انت تعمل فوضى في المنطقة دي هتقلق دول كتير جدا، وممكن جدا ان هم يقعدوا فعلا على المفاوضات، وان هم يقبلوا ان هم يتنازلوا عن اجزاء من الديون بتاعتهم. مشكلة ان الديون بتاعتنا مش لدول، مشكلة بتاعتنا ان الديون بتاعتنا لبنوك وشركات ومؤسسات واموال ساخنة ومش عارف ايه وبتاع. فهي الحكاية عايزة ان انت تستبدل الديون بديون لدول طويلة الامد، ويبقى الدفع بتاعها لا يزيد عن نسبة معينة من الميزانية او من
ايرادات الدولة. ما ينفعش ان دولة تعيش على 40% فقط من ايراداتها. ما فيش دولة في العالم، فما بالك لو الايرادات بتاعتها كمان زي ما احنا قلنا اقل من مصروفاتها. يعني كل الايرادات بتاعتنا اقل من مصروفاتنا، و60% من الايرادات دي طالعه، 60% مش 40%، 60% من الايرادات. و40% من الموازنه اللي هي 60% من الدخل بتاعنا. 60% من الايرادات بتاعتك طالعه للديون، يعني انت عايش على 40% من الدخل بتاعك. ما فيش حد لا بيت ولا غيط ولا مصنع ولا مزرعه ولا دوله. والحكايه دي هتؤدي لانفجار، هتؤدي لانفجار. انفجار لو ما كانش محكوم هتبقى مصيبه ما على هي الكل. مصيبه، هي انا مش على قادر اتخيل الكل. غير المصيبه، انا مش قادر اه اتخيل غير المصيبه، لان على الكل. انا اللي انا بقوله ده بيست كيس سيناريو باي ذا واي. اه ده بس فانا مش انا ما مختلف ده لا، انا معاك. انا انا على فكره متفق معاك ان هو بس كيس سيناريو، ومش شايف مش شايف له يعني ملامح. انا متفق معاك ان هو مش هيحصل، لان اند سو. انما انا شايف ان ده بيست كيس سيناريو، انه زي بالظبط الجراح اللي بيبتر عضو اندر كنترول، غير لما واحد قطر يدهسه وطير له رجله، دي تفرق عن دي. واخد بالك؟ فهو ده اللي انا بقوله ان احنا وصلنا لمأزق تاريخي ملوش حل تاني. انا شايف كده، ممكن اكون غلطان ايوه، 100%، لا لا، هو وان ملوش حل ربنا تاني، لان بكره احنا شايفين يحلها من عنده، احنا ما الله شايفين اعلم. احنا اه شايفين بلد زي الارجنتين دخلت في الدوامه ولغايه دلوقتي مش عارفه تطلع، ومش عارفه ومش هتطلع، ومش هتطلع ومش هتطلع. وما وما عندهمش اي وسيله للتفاوض بقوه. احنا عندنا، انت عندك المنطقه بتاعتك بتغلي. انت لو غيرت التوازنات الاستراتيجيه والبوليتيكال بتاعت المنطقه، هتقدر انك انت تفرض اراده على المجتمع الدولي، وبالذات الدول الغربيه وامريكا. انما بيقول لك فرحان جدا ان ترامب هو اللي فاز بالانتخابات. ليه؟ لانه ترامب مش هيقول له عايزين ديمقراطيه وطلع لي الناس من العيال من السجون ومش عارف ايه وبتاع. طلع دين ابوهم، طلع دين ابوهم، انا مالي، ما ينحرقوا. هو ترامب مش مهتم بشعبه، هيهتم بينا؟ ما بينا. فالراجل فرحان جدا انه كده هيدوس فينا زياده زي ما هو عايز. والازمه هتتفاقم. فاللي انا بقوله ده الحل مش المثالي، الاقل سوءا، الوحيد، الاقل سوءا. الاقل سوءا. يعني شوف اللي انت قلته، الحروب واحنا ما نقدرش، كل ده عنف موجه واندر كنترول احسن من انفجار بكتير، والخسائر بتاعته اقل بكتير. انا فاكر كويس جدا في اول الحرب الاهليه اليوغوسلافيه لما يوغوسلافيا فكت وابتدت الحرب الاهليه، صربيا وكرواتيا ومش عارف ايه وبتاع، احد السياسيين اللبنانيين كان في زياره هناك، مش فاكر مين، واحد منهم بس واحد بيفهم يعني، كان في زياره ليوغوسلافيا، فقال لواحد من الرؤساء الوزارات اللي ابتدوا يضربوا في بعض، قال له اي حاجه تخسرها في المفاوضات لا تقارن بما ستخسره في حرب اهليه، لان ما دام انفجرت باظت. فهو انا اللي خايف عليه، اللي انا شايفه. وبتاع لبنان قال كده علشان هو جرب. هو جرب، ما هو كان بيقوله من باب التجربه، بيقول له انا غلطت ان انا ما اتفاوضتش. اي حاجه تخسرها في المفاوضات افضل من اقل بكتير من اللي هتخسره في الحرب. اللي انا بقوله ده ان انا فعلا شايف بدايات انفجار، في احتقان جامد جدا في المجتمع، والناس ابتدت تتعلم انها تطلع تاخد حقها بدراعها. واخد بالك ان يعني انهم يوقفوا المرور، يطلعوا يضربوا في الجيش، يوقفوا اللوادر والعربيات بتاعه طلعت مصطفى اللي رايحه تاخد ارضهم ان سو اون، انهم ياخدوا حقهم بدراعهم. This is bad, really bad. ما زي لما يعني هو 6 ابريل ابتدت، او يعني يناير كان ليها مقدمات، اه واحنا كنا بنشوفها ونطنش، والموضوع فضل يكبر يكبر لغايه ما حصلت اللي حصل في يناير. انا مشكلتي ان مفيش اي حد منظم. اي حد هيجي هيبقى فيه على الاقل نسبه كبيره، على الاقل يعني اكتر من 50% ناس مش عاجبهم، لان انت عندك 7000 جماعه في مصر، كل جماعه مقتنعه ان هي الوحيده اللي ليها الحق انها تعيش والباقي لا. واي حد تاني يبقى ابن وسخه ما ينفعش يحكم. وبالتالي احنا وسط ال 7000 ده لما يجي اي جماعه، لو افترضنا يعني ان في جماعه هتطلع من ال 7000 جماعه دول، هيبقى قدامها
6999 جماعه ضدها. لا لا، انا ده اللي بقى، انا لان بقول احنا لك المشكله يعني انها ايه اصل البلد برضه. لما تفك كده يا فادي، البلد اي مجتمع، والتاريخ كله بيقول لنا كده، الاكثر عنفا والاكثر ماشي، قسوه هو اللي هيحكمها. ما هو ده اللي حصل مع وانا فرنسا وجه نابليون. ما هو نابليون ما ومع الدولة ومع الثورة في روسيا القيصرية ابتدت في فبراير. الأكثر قسوة البولشفيك هم مسكوها في أكتوبر بعدها بكذا شهر and so on. فهي إن مش ما فيش حد هيطلع، لا هيطلع انا ما في اعرفش حاجات. ازاي، لان احنا بنتكلم في حاجه غير معلومه الحقيقه. يعني انا ما هيطلع عندك ناس عندها قشور عن الدين الداعش هي المثل الأعلى اليوم. ودي كارثه طبعا. اه. ما دي كارثه يعني. ما انا ما انا ما هو بقول لك ايه، وعشان كده الناس ما العنف وعشان كده الناس الموجه. ميته في جلدها، خلي بالك. وعشان كده في ناس هتفضل تعرص للي موجود علشان خايفه. وهو التعريض ده مش عشان حبا فيه، هو عشان خوفا من اللي انت بتقوله. نعم. آه و و واجان احنا في الاخر كهومو سيبينز احنا كائنات عاطفيه، ما بنعرفش نفكر بالعقل والمنطق، خاصه في وقت الخوف. يعني وقت الخوف ده الجزء المنطقي هو بيتلغي. ما فيش اكثر خوفا من ان الناس ما تلاقيش تاكل وانا خايف. يعني انا لن استغرب ابدا ان في مصر في لحظه من اللحظات ما بقاش في عيش لان ما عرفناش نستورد قمح، او ان الميه تختفي تماما، او الساحل الشمالي يختفي تماما، او سو داخلين في مصايب سودة. كل ما يحدث لغايه دلوقتي هو عباره عن تسليات. احنا قلبناها نكد، او انا قلبتها نكد. وانا انا المفروض ان انا اسكت علشان انا عارف انا بفكر ازاي. اليومين اللي فاتوا او الفتره على طول بفكر في اسوأ. the worst case scenario if you can survive it it's everything is fine. انما هي طبعا بالنسبه للمجتمع ما تبقاش كده. ما عندكش حاجه دمها خفيف شويه، حاجه فقره ذهنيه مثلا؟ بص احنا ممكن وانا يعني كنت هعرض هكمل على كلامك، بس في نقطة واحدة، ان احنا ابتدينا نحس بالركود ده في منتجات زي العربيات. الناس ما اه بقاش معاها اه. فلوس علشان تستورد عربيات ولا تشتري عربيات. فبنعمل عربيات بقى، نعمل مصنع عربيات. واحنا ما بنعملش مصنع، بس احنا بنقول ان يعني احنا. بس هو واضح قوي ان في ركود في سوق العربيات، لان فعلا الناس مدخراتها ابتدت تختفي. راحت. اه. ف ولا المستورد قادر يستورد، ولا لان هو عارف ان هو مش هيبيع، ولا المستهلك موجود. ولا لان اللي عنده عربيات محتاس بيها. اكيد محتاج بيها. يعني. ده حالة نيلة يعني. لان احنا الموضوع فعلا يعني يخوف، لان احنا بنتكلم في حاجة دي تعتبر هي المفروض حاجة أساسية. بس يعني ماشي ممكن نستغنى عنها، بس هي لما تحصل بقى في حاجات تانية، الناس مش لاقية تجيب لبس، الناس مش لاقية تدخل مدارس، الناس مش لاقية معرفش ايه، يبقى احنا وهو ده اللي بيحصل، ان الناس بتضطر انها تتنازل عن حاجات من الأساسيات. لان المصاريف بتزيد والدخل ما بيزيدش بنفس النسبة يعني. تعال نهلس شوية ونخش على الرياض، ونشوف اللي حصل في الرياض. لان الرياض دي عاملة كلكعة في نافوخ شوية الناس اللي فاكرة ان اللي بيحصل في السعودية ده حاجة فكرية وتغيير فكر والكلام المجعلص اللي الناس. انا فعلا بشفق على اي حد شايف ان ده نوع من انواع تغيير الفكر فيها المجتمع السعودي. لا لا، ده انفتاح غير. اولا يعني رغم ان انا مش، لا 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 اظن ان انا مسلم بجد يعني، ولا ان انا راجل متدين. انما المنظر ده ضايقني. يعني انك انت تحط الكعبه وتحاول وتحط حواليها يعني انت يعني ملهاش لازمه. بتهين ايه يعني؟ انت ماشي. ما انا اول واحد اقول لك ان الكعبه ومراسم الحج دي كلها من ما قبل الاسلام هي مجرد انها بتجيب فلوس يعني. وانهم عملوها مقدسه. ده الكعبه كانت واحده من حق اكتر من 20 كعبه في الجزيره العربيه، لانها كانت كلها مراكز الناس بتروح تعمل فيها فلوس. انما كده يعني القفزه اللي هم بيعملوها الشيخ دي، ما اعرفش هيبقى رد فعلها ايه، لان غبيه جدا يعني. بص هو انا رايي في الموضوع ده ان ده كله عباره عن، يعني انا مقتنع ان 99% من اللي بيعمله تركي ده
هو مبدئيا ماسك وزاره الترفيه، او يعني ماسك هيئه الترفيه، ولا ماسك والله وزاره حتى ال التعليم. ال الاسم نفسه يفطس من فهو الضحك يعني يعني الموضوع يعني واضح، احنا جايين نفرفش الناس. نفرفش اه الناس دي مش حاجه جديده على المجتمعات الظلاميه يعني. العصور الوسطى كان في الجوكر اللي بيروح يهرج قدام البهلوان، اللي بيهرج قدام السلطان والملك وبتاع في اوروبا وفي اي حته. وكان في الجواري اللي بتقعد ترقص عريانه قدام الملك والبلاط الملك الخليفة بتاع. وسوق الجواري وبتاع. فهو انا شخصيا شايف انه العبوديه انتهت، بس احنا بنستبدلها بان احنا بنجيب ناس احنا بنستحقرهم، يعني هم بيستحقروهم. يعني هم ما اظنش ان هو واحد منهم مثلا هيقول لك جينيفر لوبيز دي محترمه، زي ما انت مثلا عمرك ما هتقول على، او يعني اي واحد يعني من اللي بيروح الكباريه ومواظب على الكباريه، انه يقول لك مثلا الرقاصه فيفي ما اعرفش مين تبقى ام مثاليه. هو ماما لما بقت ام مثاليه قعدنا نتريق عليها سنه. بالظبط. لا فهو يعني انت هي الحكايه الطرفين بيحتكروا بعض، هو بس اللي بينهم 10 مليون دولار. بالظبط. فهو انت دلوقتي جبت جينيفر لوبيز ولبستها مايو وبتاع وقشطه والناس انبسطت وسقفت. كل ده مظاهر من مظاهر العبوديه، بس الحديثه بقى، ان احنا بنصرف 20 مليون دولار علشان نعمل عرض بياخد ساعه ولا حاجه. سيلين ديون اخذت 10 مليون دولار علشان تقعد 45 دقيقه. جينيفر لوبيز اخذت 7 مليون دولار علشان تلبس المايو وتطلع تعمل اغنيه بكام دقيقه. والسعوديه اخذت 3 مليون علشان الاغنيه اللي غنتها نص ساعه. وهالي بيري اخذت 900 الف علشان حضرت بس. فهو ما قلعتش حتى. ولا حاجه يعني. فهو انا فعلا والناس في مصر يعني بيعتقدوا ان ده انفتاح. الانفتاح يا جدعان ان احنا نعلم العيال حاجه محترمه، ان احنا يبقى عندنا فلسفه، ان احنا يبقى عندنا مفكرين، ان احنا يبقى عندنا فكر ونعلمه للعيال. يقول لك اصل هم بيبعتوا العيال الجامعه بره في اوروبا. انا لما ابعت واحد عنده 18 سنه يدرس حاجه وهو خلاص كده اتسيستم من الاول. انا ما احنا بنشوف المهاجرين اللي جايين ومعاهم عيال كبار، اللي معاهم عيال كبار دول غير اللي معاهم عيال صغيرين. يعني اللي جاي ومعاه عيل صغير عنده سنتين ثلاثه غير اللي جاي كبير وعنده عيل عنده 16 سنه. اللي عنده 16 سنه ده هيخش الجامعه، هيخش المدرسه، بس الدماغ اللي اتركبت دي هتفضل مزنخه. لا وفي كمان حاجه، يعني انا اسف ان انا اقولها، وارجو ان انا ما اكونش بخوف حد من اللي ناويين يجوا كندا هنا، ان العيال بتجيلهم صدمه حضاريه 16 17 سنه 18 سنه لما بيجوا هنا وبيفكوا قوي زياده. يعني انا شفتها، وانت عارف انا بتكلم عن مين. واحد اتنين حوالي 3 حالات في المجموعه اللي في الاصدقاء اللي المعارف اللي احنا نعرفهم، الاولاد والبنات لما بيجوا يشوفوا مجتمع مختلف تماما وقيمه مختلفه تماما وفي حريه ومش عارف ايه بيفكوا، بيتبهدلوا يعني. او يرجعوا بقى اذا عرفوا ان هم يبقوا متدينين زيادة عن اللزوم. فانت بيبقى عندك في مشكله، في صدمه للواحد عيل عنده 16 17 سنه، اللي هو ادلت عنده خلاص اتظبط على كده، ولا هو طفل بيتم تشكيله يعني. السن ده لما بيجوا كندا انا شفت كذا حاله I didn't like الريزلت خالص، ولاد وبنات. ايوه. لا فاللي انا عايز اقوله، انت مثلا شفت مثلا عملوا مثلا مدرسه لتعليم الغنى مثلا للاطفال يا مثلا. عم الرسم الاول، خلينا مثلا هل انت شفت اي حاجه يقول لك اصل ايه ده هياخد وقت؟ يا ابني ما احنا بقالنا 5 6 سنين في الموضوع الهبل ده. إيه الموضوع ده مش ما ابتداش امبارح، ده ابتدى بقاله كذا سنه. ورونالدو بقاله سنتين قاعد، ولا في 3 سنين قاعد بيلعب في الدوري السعودي. فما تقوليش ان احنا ان هي دي حاجه تاخد وقت. ما احنا اوريدي الوقت عدى، في وقت عدى. الوقت ده لو كان فعلا في نيه جاده ان انت تغير شكل المجتمع، كان المفروض تشوف قوانين، مثلا قوانين بتحمي المرأة مثلا. ان لو في بنت بتتضرب علشان عايزة تنزل الشارع وتسوق عربية واهلها منعينها انها تطلع زي هنا في المدارس بيعلموا العيال ان لو ابوك او امك ضربوك او عملوا ابيوز كلم النمرة التليفون دي واحنا هنتصرف. هل ده حصل في السعودية؟ لا. هل هيحصل؟ انا مش شايف انه هيحصل.
فكره ان انت تجيب بهلوانات، ولا دول في الاخر انترتينرز يا جماعه، انترتينرز، وكلهم جايين من بره، ما فيش ولا واحد سعودي ولا واحده سعوديه، ما فيش، ما فيش. فلما هم تقول بقى لي ده يعني بدل ما انت كنت بتشوفها على على الدش الساتلايت والانترنت، هتشوفها لايف هتشوفها بس، علشان لايف. معانا فلوس، عشان معانا واحد اهبل معاه فلوس عمال يبعزق وخلاص، والشوال بتاعه مليان بس، مش اكتر من ما اتزنقوا مزنوقين بس. وكل ده علشان ايه؟ علشان يلهي الناس عن البلاوي اللي هو بيعملها ده هو. اللي اتعملت اللي بتتعمل ال السعودية فيها خرم اسمه زي عندنا القناة كده اللي هي مدينة نيوم دي. انت اه عارف انهم مشوا المدير بتاعها ايوه والطقم كله ايوه، ما لانها علشان حمير، ما هو واحد حمار قال لك انا عايز اعمل مدينه ازاز في الصحراء. احنا شاف فيلم تلاقيه بتاع ساينس فيكشن. ساينس فيكشن، قال لك انا عايز اعمله. ناس هبله والله، بقول لك انت بتتكلم مع شويه ناس هبله. يعني انت لو عايز تبقى، يعني عايز فعلا تقول ان في فكر مثلا، يبقى البني ادم المفروض المثل الاعلى للبلد المفروض يعني يقول لنا مراته دي شكلها ايه، تطلع معاه في اي مناسبة، نعرف اسمها، نعرف اي حاجة عن اني اي فيهم حاجة، اني فيهم اي واحد يعني بن سلمان. لما اني اني واحدة، واحدة فيهم. اني واحدة، ما انت ما تعرفش، ما بقول لك انت ما تعرفش حاجة. فهو بتاعت في الاخر الخميس ولا بتاعت التلات ولا يعني مصر، بلاش مصر، السعودية وكل البلاد البدائية اللي هي كانت عايشة في العصور الظلامية الإسلامية، كان فيها انحلال وسوق جواري، وواحد يروح يعاين البضاعة ويقفش علشان يعرف البضاعة كويسة ولا ما تستاهلش. فده مش مقياس، ده مش مقياس لأي حاجة. اللي بيحصل دلوقتي ان انت لغيت العبوديه، بس انا معايا فلوس فاقدر ادفع لسيلين ديون 10 مليون دولار علشان تيجي تحضر 45 دقيقه. هو ده اللي حصل. انما ما تقوليش ان ده نوع من انواع تغيير الفكر. تغيير الفكر بيحصل من خلال التعليم والثقافه والمفكرين. عندك واحد زي نجيب محفوظ، عندك واحد زي مثلا اي مفكر، عندك اي حاجه؟ مفيش. انت تقدر تقول لي اسم اي مفكر سعودي؟ انت عندك شوال الرز ده بيألف اغاني بيألف اغاني وسارقها اساسا من ناس وبيكتب سيناريوهات افلام وبينتجوا افلام يا راجل. لا وفاشله على فكره، كلها لا حاجات لا لا لا، فاشله. ازاي التذاكر كلها متباعه هو مشتريها؟ لا هو لا جدال ان اللي بيحصل ده كلام فارغ، لا جدال، ولا جدال ده ان عبث مفيش عبث عبث اه يعني. ولا جدال ان مفيش اي منظر. المشاهد اللي احنا شفناها دي تدل على اي حاجه الا انها فعلا عالم هبله والناس بتضحك عليها. وزي ما حد، انا مش فاكر انت ولا حد تاني، قال لك انا متاكد ان كل فنانين وهم راجعين في الطياره قعدوا يضحكوا ويتريقوا على اللي هم شافوه في السعوديه. ام شور. فدي ما التحضر والتقدم والتغيير وبتاع ده اولا فعلا عمليه طويله، وبتبقى عمليه اجتماعيه اساسا، وبتبقى على مستويات كل حاجه، انما مش ان انا اجيب رقاصه يعني، ما فيش بتاع. وبعدين احنا الحمد لله الرقص طلع سنه اهو. الراجل ابو خلقه تقطع الخميره من البيت دي، ما اعرفش اسمه الشيخ اهو، امام الحرمين الكلباني، حتى اسمه الكلباني. الغناء والرقص بالاساس اكتشفوا النهارده انه سنه نبويه. وقد عرف عن نبينا كانوا يدعو المغنيات لمنزل عائشه ويعطيهن الضيف ليغنين له ولا عائشه. يعني كان بيعمل ليالي سكر وعربده مثلا. انا مش فاهم، هو اللي انا اعرفه ومن زمان، وكنت لما بقولها الناس بتقول لي انت بجيب الكلام ده منين، ان فعلا واحده جاريه او واحده من اهل المدينه دخلت على الرسول وقالت له ان انا نذرت لما ترجع لنا بالسلامه، كان طلع في غزوه، ان انا اغني لك اشعار فلان. فقال لها ماشي. فراحت ماسكه الدف وابتدت تغني له. دخل ابو بكر فكملت غنى، دخل علي كملت غنى، دخل عمر راحت مخبيه الدف. قال له حتى الشيطان يخاف منك يا عمر. فهي دي موجوده على فكره في عبقريه عمر. الحكايه دي موجوده في عبقريه عمر. تعرف منها ان الرسول كان بيسمع اغاني. احنا قعدنا فتره لو قلت حاجه زي كده يقول لك انت كافر. اكتشفوها تاني النهارده. ما هو وده يبين لك ان الدين عباره عن عجينه لينه كده، اه انا نجيبه قلتها يمين 100 يجي معانا، مره. نجيبه شمال يجي اه معانا، عادي انا جدا قلت يعني. 100 مره الدين ده عباره عن سوبر ماركت فيه كل حاجه، فيه الحاجه وضدها كلها بدون استثناء، بدون استثناء. واخد بالك؟
وانت اللي بتختار، واي حد وفي الاخر الناس على دين وبالتالي ملوكهم. اتس توتال irrelevant، اه وبالتالي اتس توتال irrelevant. والناس على دين ملوكهم يعني. بالظبط. يعني دي بقى وعلى فكره المثال الشهير يعني اشهر مثال هو اللي بتاع انجلترا. انجلترا في ملك كان عايز يخلف بنت ومتجوز واحده، عايز يخلف ولد ومتجوز واحده ما تجيبش غير بنات. راح قال لك كلم بابا. هطلق. كلم بابا روما قال له انا عايز اطلق واتجوز واحده تانية علشان تجيب الولد. قال له لا مفيش طلاق. قال له طب ابوك على ابو الكنيسه على ابو بتاعتك. الكنيسه، على ابو انا هعمل الكنيسه بتاعتي وهطلق واتجوز وانا هبقى رئيس الكنيسه. دي حكايه لذيذه جدا. الملك عمل هنري كنيسه. الثامن يا عم. وايه ده، وراح فيها 100,000 مثلا ولا 200,000، مش والنهارده مشكله. الانجليز كلهم انجليكان، ولا كانوا كاثوليك في يوم من الايام وبعدين بقى انجليكان وخلاص وبقى وعادي جدا. دول انجلترا. انت مصر كانت شيعيه ايام الفاطميين. جه اسمه ايه صلاح صلاح الدين الدين قال قال لك لا سوري. لا إيه كسر المكتبه بتاع اهدم المكتبه اللي فيها كل الكتب الشيعيه اللي موجوده في الازهر. يعني دخل الازهر كسر المكتبه وبقت مصر سنيه والمصريين قشطه عادي يعني ما ولا هو ولا حد يعني فاهم حاجه. وهو لو احتاج انه هو سواء بن سلمان او اللي بعديه او اللي قبليه او اي حاجه، يرجعها احتاج تاني انه هيرجعها. هيرجعها في اسبوع. اه يعني هو كل اللي عمله سلمان مع سلمان، يعني انت عشان تتخيل السهوله، انت قلت مثل بتاع انجلترا ده. لو يا جماعه حد يقرا التاريخ بتاع الفتره دي، اللي هو يعرف اللي عايز يقراها يقرا A Man of All Seasons توماس مور. ده بدون تفاصيل ان دي كانت حرب اهليه تقريبا عشان يغير الدين بتاعها. الحكايه سلمان غير اتجاه البتاع كلها لدرجه انه طلع الرقص والغنى سنه دلوقتي، بانه حط 2 مشايخ في السجن، 2. الباقيين كلهم ماشي زي الكلاب والعب، اه زي يا جدعان. طابور البط بالظبط. فهو اللي فاكر ان السعوديه يقول لك اصل ايه الموضوع ده بياخد وقت يا جدعان. ايه ما احنا في اي مظاهر لتغيير الفكر؟ يعني مثلا قرروا ان هم يعلموا العيال نظريه التطور في المدرسه مثلا ما حصلش. ما فيش ما سمعناش. هل مثلا قال لك لو في حد بيعمل تشايلد ابيوز يكلم الشرطه فالشرطه تيجي تاخده وتحميه من ابوه وامه؟ ما فيش. لو واحده النهارده هو ولا في مصر، بس في حاجات تانية طبعا قبل كده. هو يعني نظام التعليم كله السعودي. طب انت لسه لغاية دلوقتي العيلة يعني ايه؟ عيلة بتمسك بلد ومسمياها باسمها، ومفيش اي نوع من انواع التمثيل بتاع الشعب. يعني ايه ان عيلتي انا تمسك بلد تبقى اسمها جمهورية مصر الكفية مثلا؟ ازاي يعني؟ يعني فهو البناء الاجتماعي كله زي ما هو مش كما فاهم هو، انت ما قصدك حصلش ايه. تغيير. كلمه السعوديه دي جايه من ال سعود بس ومن آل سعود، علشان المملكة في ناس العربية مش فاهمه يعني السعودية. ممكن ما تبقاش فاهمه. يعني هو لا في لا قبيله لا، بتاعت ال سعود بقت هي اللي ماسكه البلد المملكة فبقت العربية بتاعتنا، بتاعت ال سعود بتاعت بتاعت آل السعوديه. سعود. وانتوا بس كلكم بقية ال 15 مليون، احنا كلنا 200,000 ولا 100,000 ولا 10,000، الله اعلم كام دلوقتي. وانتوا كلكم مالكمش قيمة، لان لا ده بلدنا. ممكن انا بقى ملك السعوديه اتجوز بواحده من كل قبيله علشان يعني يبقى لينا فرع في كل قبيله ممكن يعني. فهي لازالت بتتحكم بنفس الطريقة بتاعة القرن 17 او القرن 16 او الدولة السعودية الاولى. فما توجعوش دماغنا يا جماعة، شوف لنا حاجة تانية يا عم. وده يبين لك قد ايه سطحيه الفكر جوه المصريين اللي فاكرين نفسهم متنورين. لا ما دي مصيبة بقى، دي الاقي دي ناس مصيبه ان انت بتفهم تبقى يقول لك فاكر شوف نفسك شفت شفت متنور وتقول لي السعوديه ده بيحصل فيها ده جامد. يا ابني انت اللبس مش مقياس. ما هو مصر في الستينات والسبعينات كانت كلهم لابسين. مشكلتهم الست تقلع ولا تلبس. ما ينفعش يبقى هو ده. ما ينفعش يبقى هو ده المقياس بتاعك. احنا كلنا عارفين في الستينات والسبعينات كانت الستات في مصر لابسين على الموضة الأوروبية. دخلت الثمانينات الناس رجعت من الخليج كله لبس نفس الستات. انا مش بكلمك على ستات تانيين. الست لا اللي كانت هم. هم نفس الست. اي واحد عنده امه او جدته كانت عايشة في الستينات والسبعينات يشوف صورها في الستينات والسبعينات ويشوف صورها في الثمانينات والتسعينات.
يا فادي احنا ايام ما انا كنت في الكليه في اعدادي، انا بالذات في والكلام ده على اعدادي فكره كليه. مسيحيين ومسلمين. 73 74 كان في زميلات بيجوا بالمنشب ايوه، ما انا فوق عارف. الركبه. النهارده المسيحيات ما بيلبسوش اللي كانوا بيلبسوه في الستينات والسبعينات. ما احنا نقعنا عليكم يا ايوه عم طبعا، سوده. ايوه ايوه. انت حاجه. انت عندك الكهنه بيقول لك لا، ما ينفعش الفرح يخش واحده لابسه كات، ولا لابسه بروتال، ولا صم بروتال، الحاجات دي كتيره قوي يا جماعه. انا ما اعرف انا ما اعرفش. انت هتقل ادبك بقى، ما اعرفش انا الكلام ده. فكره ان انت يعني تقيس تقدم الامم بلبس الستات، دي فكره معناها معلش يعني ان انت ابيض يا ورد يعني. في واحده في مقياس تاني انا قاتلني من الضحك اليومين دول، بتاع محمد صلاح، الخناقه اللي حوالين محمد صلاح. يا جماعه، ورحمه ابويا وحياه ربنا والمسيح الحي، محمد صلاح لاعب كوره، بس تقييمه اولا واخيرا على اساس هو لاعب كوره كويس ولا وحش. قال ما قالش، قلع لبس مراته، مرات ابوه، الكلام ده كله كلام ثانوي وثانوي جدا. ايه اللي بيعمله محمد صلاح دلوقتي؟ محمد صلاح بيحضر لما بعد الاعتزال. محمد صلاح عنده 32 سنة، هيعتزل كمان سنة ولا اتنين. قالوا له تعالى شوف بقى الثقافة بقى، مع معرض الكتاب. والله انا مش عارف الصوره دي مين، دول بنات محمد صلاح فالصوره. البنتين مكة، اه. والتانية اسمها ايه؟ مش عارف بس هي كني ولا جني ولا اسم مش مألوف يعني. بس اه. سكر خالص، بنتين سكر هم، ايه المشكلة يعني؟ وكان متصور في الملاهي هو حاطط هودي مخبي وشه، علشان طبعا لو الناس شافته الملاهي هتقف، وماشي مع مراته والبنتين في مدينة ملاهي. فمحمد صلاح قدامه سنتين ولا حاجة يلعب كورة، فبيحضر من دلوقتي انه يبقى سبيكر، ممكن انه يبقى معلق رياضي، انه يبقى مدرب، انه يلعب له سنة في السعودية يعمل له قرشين زيادة، اي حاجة مش عيب. تاني، محمد صلاح لاعب كورة. ولاعب الكرة ده مش ابو تريكة على فكرة، عشان ابو تريكة ده عبيط. لا لا، ابو تريكة ده ابو هم تريكة في ده عبيط، ابو تريكة ده عبيط اللي يقول لك احنا مش بتوع كرة وبس، واحنا لازم نتكلم في معرفش ايه. هو حمار ما اساسا مش فاهم هو حاجة. حمار مش فاهم هو حاجة. حمار مش فاهم حاجة. انما يعني ما يعني اكتر واحد يعني انا عجبني في مصر لما سمعته كان عماد متعب. لما عماد متعب كان بيدربه مانويل جوزيه. عماد متعب في فترة حس ان هو حاجة يعني، قال لك انا هداف مصر وبتاع وهداف الاهلي وبتاع، فحس نفسه حاجة. فمانويل جوزيه مسكه هزقه، قال له في الاخر يعني at the end of the day انت انترتينر، انت جاي تسلي الناس، اوعى تفتكر لا، نفسك اكتر من اوعى، كده. اكتر من كده اكتر مفيش. من كده وبعدين انسى. وبعدين انسى. يعني علشان تعرف النهضة الثقافية اللي في الخليج دي، كتاب معرض الكتاب كان أكبر ندوة فيه بتاعت محمد صلاح. هما بيعزموا ناس كويسين وبيدفعوا كويس، فممكن أي أستاذ جامعة ولا فيلسوف ولا بتاع يروح. إنما لما تبقى الإقبال على الندوة بتاعت محمد صلاح ده يدي لك أهو. وبعدين قال كلمتين كويسين مش وحشين. قال كلمتين كويسين، وكلمتين انا يعني لما شفتهم ضحكت يعني. قال لك ما انا هو تاني، ما هو في الاخر لا يا اخوانا، ده لعيب كوره ما خدش الاعداديه. ايوه كتر خير ارحموا دين الدنيا ان هو ابونا. عارف يقول الكلمتين دول، ما بالظبط. ارحموا دين ابونا. يعني هو بيقول لك انا يعني بعيش بالشكل بالطريقه اللي انا عايزها، اللي هو اضربوا راسكم في الحيط، انا هعيش اه بالطريقه اللي تعجبني. ودي حاجه كويسه ان هو يقدر يعني يتخلص من الجلد القديم بتاعه، ان هو ما بقاش مهتم برأي الناس. ودي حاجه مهمه ان هو وهو يفهم. تاني ده لاعب كوره. هو بيرد، وهو لو كان ركز مع الناس 5% من وقته كان ضاع. صح. واخد بالك؟ لان ال 100 مليون عايزينه ب 100 مليون شكل، كل واحد عايزه بشكل، فهو في الاخر خالص انت بتقيمه على انه لاعب كوره. انا شخصيا شايف انه احسن لاعب كوره مصري الان. يمكن مرموش يحصله لو ما اتبهدلش في النص، او لا. انما في الزمن خلاص خلاص الراجل. حقق كل حاجه، هو فاضل له بس اه نفسي ياخد البالون دور، اتمنى يعني. ما بينزلش حتى بتاع في يمكن الترشيحات السنه الترشيحات يمكن السنه الجايه.
الراجل عمل ارقام وعمل اسم وعمل كل حاجه، وهيفضل يعني يمكن كمان 50 سنه ولا حاجه الناس تفتكر ان في واحد لعيب اسمه محمد صلاح لعب في ليفربول، وان هو راسه مطلوبه في مانشستر يونايتد لانه سجل فيهم اكتر من اللعيبه بتوعهم بيسجلوا عندهم، سجل فيهم مش عارف 9 اجوان باين ولا ايه، 11 فورت جون. رافورد، فورت رافورد في الملعب فورتلا في بتاعهم. الملعب بتاعهم سجل فيهم 11 جون باين ولا ايه، يعني ذل يعني. هو ده رقم قياسي ما حدش عمله الا هو جاب فيهم هاتريك ما حدش عملها من سنه مش عارف 35 ان سو اون. فهو ده اللي يتقاس عليه، غير كده تبقوا بتهرجوا، غير كده تبقى بتخش معارك انت عارف انها معارك مجانيه، انك انت مش هتخسر حاجه لما تقول محمد صلاح ابن وسخ. مم. ايوه تبقى انت جبان، مش انت بعيد يعني، ايوه ايوه. جبان، انسان جبان، ان انت بتخش معارك المجانيه. مش عايز تخش في معركة حقيقية، انت بتدور على واحد مش هيرد عليك لانك انت اقل بكتير جدا من انه يرد عليك. هو مش هو شايفك اصلا، هو مش مش شايف. شايفك اساسا، اه فانت ممكن تقف تبعبع تشتمه زي ما انت عايز يعني. اه انما ولما تلاقي واحد كاتب مقالة ولا بتاع في جورنال اعرف انه ابن احبة غبي. ايه يا ابني انت بتجي ايه محمد صلاح، ايه قال ايه لا كان المفروض يقول ايه وكان ما قالش ايه، وانا زعلان منه انه ما خدش موقف من غزة. انت خدت موقف انت؟ ما يقول لك كان لازم يقول حاجه، قلت انت ايه؟ ما تعرفوناش بقى على المسا يعني، ما يعني شويه بس ما علينا. هي الحلقه دي ضربه احنا خربناها يا معلم. الحلقه دي ضربه قوي. هو انا اعصابي تعبانه اليومين دول عشان اخدت حقنه الكوفيد ولا ايه؟ لا يا لا. جماعة الأصدقاء اللي في أمريكا وكندا وأوروبا والبلاد المتقدمة، الفلو السنة دي الفيروس بتاع الفلو السنة دي سيء جدا. حاولوا تاخدوا التطعيم بتاع الانفلونزا بس. قشطة، ونختم على كده بنصيحة طبية من دكتور خالد.